اقسم بالله امسح بيك البلاط. ليا حذاء البس. انت يا عيني اتدمرت للدرجه. والله ليا حذاء البس. هي دي اخلاقكم، هي دي اخلاقكم. ليا حذاء البس. انا مبسوط انك بتعمل كده قدام الناس. هي دي اخلاقكم. تأدب. هي دي اخلاق. انا اعلمك الادب واعلم جماعتك كلها، بس برافو عليك انك تمسك حذائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والطيبين في كل مكان، يا رب كلهم بخير. اللهم اغفر لأبي وأمي وعلمائنا ومشايخنا وسائر أموات المسلمين. ومكملين مع حضراتكم في فتح فرقة التكوين المسرحية بقيادة إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وفاطمة نعود وكل الأرجوزات اللي حضراتكم عارفينهم. ولما لقيت فيديو إبراهيم عيسى أمس اللي ضربوا مرتضى منصور بالجزم حاز إعجابكم وفرحانين جو في إبراهيم عيسى زيي، نزلت لكم النهارده كمان ومحمود شعبان فرج الله كربه بيضرب إسلام البحيري بالجزم. يلا بسرعة عشان ما اطولش عليكم، تعالوا استمتعوا معايا بهذه اللحظات الجميلة. محمود شعبان بيضرب إسلام البحيري على رأسه بالجزم. زي ما تعودنا، اشترك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك لهذا الفيديو وشار لكل اصحابك. وإسلام البحيري بينضرب بالجزم. وصل على نبينا ويلا بينا. انت معاك الحصان بره؟ تأدب بأدب الحوار وإلا سلقتك بلساني. بلا تسلق بلا بتاع. أنا أتأدب قدر طاقتي وأتحمل وانا كمان ماسك نفسي قوي ان انا اجي على مثلك. ده انا جاي على هموت. انت هتموت والله ما يشرفني الجلوس عشان اقعد معاك. عشان انت اذيت كل الناس. والله ما يشرفني الجلوس معك. انت ما خليتش حد ما شتمتوش. ما يشرفني الجلوس مع أمثالك. في واحد لا يشرفني واحد من شيخ الازهر يا عيني اي حد بس يوسف. سألني أجب. الجزية انت بقول لك بس سؤال معلش. سل أجب. معلش الجزية. الحدود. بس الله يكرمك. هو رد على الامام المتغلب بالسيف، ده السؤال المهم اللي قالها. رد عليه. رد عليه كلام او الوقت. الله يكرمك. قول له الامام المتغلب بالسيف لازم نسمع كلامه. يعني جبهة الانقاذ لو اتغلبت على مرسي بالسلاح لازم نسمع كلامه. قول له ده نص ديني. لو بان لها البلاد والعباد. طب ده ايه؟ نص على نص. بس اقرا كله. طب اقرا. افهمه. طب افهمه انت قريته غلط. طب رد بس قول لي انت الصح. من تغلب على حاكم ظالم ودانت مش له ظالم. البلاد. اي حاكم، ما تقولش ظالم. هو قال الحاكم. طيب من تغلب ودانت له البلاد والعباد وجبت له. يعني دلوقتي جابت الانقاذ لو دانت لها البلاد والعباد مفيش قتل ليها، هتبقى هي الحاكم الشرعي على كلام ابن قدامه. قول بس لو دانت له البلاد. انا مبسوط بيك جدا. انت بس عظيم. يجب على الحاكم قتلها ان خرجت عليه. لا سيبنا الكلام ده بقى خلاص. ما هو مش هتقتلوا، ده هيغلبوه. ما تاخدش نص بقى وتسيب هم نص. هيغلبوه. ما تاخدش نص وتسيب نص. اياك والتدليس. بس انت قلت كلام ان هم لو اتغلبوا عليه ده كلام اهل العلم مش هم. جابت الانقاذ اتغلبت اهي ودانت لها البدايات. قلت والله لن يكون. بس كده. مصر اسلاميه ان شاء الله ولن يكون. انا بكلمك عن كلام اهل العلم. مصر مسلمه. هي مسلمه غصب عنكم، ده انتوا اللي هتضيعوا الاسلام منها والله العظيم. اتق الله وتأدب والا سلكتك بحد لساني. وانا امسك نفسي قدر طاقتي. طول النهار في السلب. لانك تستحق هذا. وانا ما عنديش لسان. لا تصمد امامي. تحت الهواء اوريك السموم. تحت الهواء اوريك السموم. تحت الهواء. والله تأدب. تحت الهواء. والله لي حذاء. لا والله العظيم اقسم بالله امسح بيك البلاط. لي حذاء انت يا عيني اتدمرت. والله لي هي دي حذاء اخلاقكم. هي دي اخلاقكم. هي دي اخلاقكم. لي حذاء. انا مبسوط انك بتعمل كده قدام الناس. هي دي اخلاقكم. تأدب. هي دي اخلاق. انا اعلمك الادب واعلم جماعتك كلها، بس برافو عليك انك تمسك حذائك. انا مبسوط جدا بيك. رجع عشان دليلك راح. دليلك راح. سألني اجيب. رجع سألني واجيبك. ما خلاص بقى، احنا اللي عايزينه خدناه منك. انا مبسوط جدا باللي انت ما قلت الا حقا ولا اعتذر عن قولة حق. انت ضعت يا شيخ محمود. انت ضعت يا اخي تأدب. والله العظيم والله لن اسكت لك. والله انت ضعت. وانا تحت الهوا هوريك اللي انت مسكته ده، بس عشان الناس ما تشوفش المنظر. تحت الهوا اوعدك هوريك نوع تاني من الهزيمه. تأدب والله. هوريك صدقني نوع تاني. والله تأدب. بس تحت الهوا ما يطفي النور. عارف لما يطفي النور الضوء الظلمه اللي انت ما بتحبهاش. قلت ايه؟ اهل المعصيه بقى ما بيحبوش الظلام. انا هوريك المعصيه في الظلام. يا اخي تأدب والا قلت لك. اتأدب انت واحترم نفسك. ده انت نفسك جدلك يا راجل. ده انت ما عندكش ذره اخلاق. حد يعمل كده والله لا تستحق الا هذا. صح، وانا هوريك هتستحقه بس اوسخ من الجزمه شويه. لحظه خلاص. انا اللي عايزه على فكره اقول هو ده مذهب اسلام البحيري. خدوهم بالصوت لا يغلبوكم. يعني شغل حريم من الاخر. ولكن تعالى بقى نعرفك مين اسلام البحيري من اول ما خد الثانويه لحد ما اتجوز الامريكانيه. اتفضلوا معانا. اتولد في سوهاج، مولد 75، اتخرج من كليه الحقوق، ماليش دعوه خالص ولا بالدين ولا بالاسلام ولا بالكلام ده خالص. امال جاب الكلام ده منين؟ ما انا جاي لك. ايوه. خريج كليه حقوق سنه 96. خريج كليه ايه؟ حقوق. ما فيش شغل في سوهاج، جه القاهره هنا. اول ما راح روزا اليوسف، عايز اشتغل يا جماعه. قالوا نجربك. قعد معاهم شهرين مشوه. راح بعد كده جنان الاسبوع عند مصطفى بكر. مصطفى بكر قعد برضه كام شهر مشوه.
الدنيا ملخبطه معاه، الدنيا مش ماشيه خالص، يجي يمين يجي شمال مفيش. فجاه جاله منحه من جامعه ويلز في انجلترا. منحه من جامعه ويلز في انجلترا. طب اختاروه ازاي او جابوه ازاي؟ هحكي لك، هتعرف القصص كلها. مين يا عم اسلام البحيري ده؟ نفس الجامعه بتاعت عمرو خالد. نفس جامعه عمرو خالد، جامعه ويلز، نفس القسم، قسم الاستشراق الديني في جامعه ويلز في انجلترا. قال له تعالى اعمل منحه من ماجستير في الدين. هو خريج حقوق لسه. اسم الرساله طرائق التعامل مع التراث الاسلامي، هيتكلم عن التراث ومش التراث والكلام ده. سنتين ثلاثه ادوا له الماجستير زي الفل. الرساله بتاعته منقوله بالظبط من كتاب اسمه العقيده والشريعه في الاسلام، ويطلع يكذبني. كتاب العقيده والشريعه في الاسلام مستشرق مجري يهودي اسمه جولد زير ده مستشرق يهودي اصلا مجري، كان كاتب الكتاب ده وكله تخبيط. الراجل رجع اشتغل في اليوم السابع ومسكوه رئيس قسم حاجه كده خزعبلاتيه مش عارف اسمها ايه، رئيس مركز الدراسات الاسلاميه في اليوم السابع. كان ايام ساويرس، كان سنه 99. وكتب مقاله رائعه، مقاله عن ست هنا عائشه اتجوزت وهي عندها 9 سنين ازاي ومش ازاي سنه 99. بدا يخبط يعني. نفس المقاله دي منقوله بالنص، وانا بقول لو انت يا اسلام تقدر تتكلم اطلع كذبني. منقوله بالنص من مقاله كاتب اسمه شنفاس ده سنه 99 نشرها في مجله المانيه. ده يهودي. برضه مجله المانيه اسمها نجمه الصباح، دير مورجشتير اللي هي نجمه الصباح بالاسلام. العدد 10 سنه 2005. اليوم بالنص المقاله كتبت 99 واتعاد نشرها سنه 2005 لغايه دلوقتي عادي. 99 الدنيا ملطشه معاه، هيعمل ايه ما يعملش ايه، محدش عارف يعمل ايه. اتجوز استاذه فاضله اسمها شرويت حماد نايل محمد. الاستاذه شرويت دي كانت شغاله في الكويت، شغاله مديره اداره البرامج السياسيه والاخباريه في تلفزيون الراي الكويتي. ست اتجوزته، هتعمل ايه؟ بعتت له عقد عمل، تعالى اشتغل في وزاره الاوقاف في الكويت الكويتيه. يعني كان محرم يعني. اول ما راح اشتغل في وزاره الاوقاف الكويتيه اشتغل تلفزيون الراي. راح تلفزيون الراي. لا هو الراي ولا الراي؟ هي مراته خدته اداره البرامج السياسيه والاخباريه في تلفزيون الراي. خدت دعلها معاه يعني. خدته عقد عمل في الكويت، قعد في الكويت. قعد في وزاره الاوقاف يا جماعه 86 يوم ورفضوه لانه بقى يشتم في الصحابه في جوه الوزاره مع زمايله في الكويت. رفضوه. لغايه دلوقتي القصه عادي مفيش مشكله. انا بطلب من المشاهدين حبايبنا كلهم حاجه واحده بس قبل ما اقولها. كل كتب التراث وكل الكلام الفاضي اللي بيخبط فيه ده منقول من مستشرق اسمه صامويل مارينوس زيمر. ده راجل الماني برضه يهودي ناقل. انا مش طالب من الناس كده، طالب من الناس حاجه واحده بس. ارجو من الساده المشاهدين علني دلوقتي يخشوا على بوابه العدل الالكترونيه بدوله الكويت. اكتبوا كده بوابه العدل الالكترونيه بدوله الكويت. فيها ايه يا فندم؟ يخشوا بالرقم اللي حضرتك يا ريت تعرض صوره بطاقه الرخصه الكويتي والبطاقه باسلام البحيري. الرخصه دي الرقم اللي موجود فوق ده يخش بالرقم ده اللي هو 275 عشان هو مواليد 75 0504 4 مايو 06909. الرقم تاني 275 0504 06909. ده الكلام ده في الكويت يا ريس يا فندم. يخشوا بالرقم ده. هيلاقوا على الشاشه في خانتين، اول خانه اسمها منع السفر، كليك عليها هيعرفوا انه ممنوع من السفر. ايوه شيلها من على الشاشه. منع السفر. وتاني خانه اللي هي الصوره دي ايه بقى يا فندم؟ ده البطاقه بتاعته اللي على اليمين دي رخصه السواقه والشمال دي الرخصه البطاقه الكويتي بتاعته لما كان في الكويت. هو ده رقم الرخصه بتاعته بالبطاقه، دخلوه على البطاقه على دي. هتكتشفوا حاجه غريبه جدا. وبعدين ايش بقى ده؟ هتكتشفوا حاجه غريبه. اللي هو في الكويت عنده 3 قضايا. قضيه رقم 1 شركه زين بتاع الفواتير بتاعت الكويت بتاع التليفونات. ما دفعش فواتير التليفونات خالص، فزين رفعت عليه قضيه. ده قضيه ثانيه ايجار الشقه اللي كان ساكن فيها، ما دفعش ايجار الشقه. كان ساكن هو ومراته؟ لا، ما بعد كده طلق مراته، دي ام بنته الوحيده. طلقها وصلته خدته بقى وطلقها القضيه الثالثه بقى قضيه نفقه من مراته وبرضه رفض يدفع النفقه. ال3 قضايا عليه فلوس كده، عليه 21381 دينار كويتي يعني بتاع مليون جنيه. احكام في 2012 و2014 احكام. خش البوابه هتلاقي ده طريد العداله من الكويت. هربان من نفقه، هربان من دفع فواتير التليفونات، هربان من دفع ايجار الشقه في الكويت. ده مش كلام خالد بيقوله،
ده الصفحه الرسميه لوزاره العدل الكويتيه بتقول الكلام ده. لو الفيديو عجبكم وانبسطتوا واتمخمختوا زي ما انا كده انبسطت وسام البحيري بيتبهدل وبيتفضح فضيحه بجلاجل، اعملي لايك بسرعه، واحنا وراهم والزمن طويل وكل واحد بطريقته. العلماء يردوا عليهم بطريقتهم وانا كواحده ست ارد عليهم بطريقتي. يلا جزاكم الله خير، اراكم فيديو قادم وانا سعيده جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.